القبض على طبيب تجميل مصري رشح نفسه لانتخابات الرئاسة وترحيله من الإمارات لمصر. ثانية واحدة، عماد سعد الله طبيب تجميل معروف اتقبض عليه في الإمارات وتم ترحيله لمصر لأنه متهم بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتم حبسه على ذمة التحقيقات. عماد سعد الله له قصة طويلة كده، مش مجرد طبيب تجميل وخلاص، ده شخص ظهر علينا من العدم بيعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة في مصر من سنة، وبدأ يعرض مشروعاته العظيمة علينا، زي مثلا إنه صنف نفسه إنه كالقيامة ذات يوم آتي، وإنه فتى الشرق الأعظم، وإنه مذكور في النبوءات والناس بتشوفه في الأحلام. من بين أفكار دكتور التجميل عماد سعد الله إن مفيش شيء اسمه فلسطين وإن كل الأراضي دي ملك إسرائيل. فالصحفي اليهودي إيدي كوهين المقرب من الموساد علق على كلامه وقال دي كلمة الحق من رئيس مصر المقبل. ده غير طبعا كلامه على إن العالم عطف علينا ومنحنا طابة وسينا كلها كده بالحب وبمزاج، وإنهم لو مش عايزين يدونا حاجة مش هيدونا. تاني حاجة، الناس اللي عاوز تحتل أرضك ما كانتش رجعت لك طابة بمعاهدات السلام، ما طابة أصلا رجعوها بالسلم مش بالحرب. غير طبعا سيل من الدعم لإسرائيل والتغزل فيها، فهي حصرت إسرائيل بالقبض على واحد من الأصوات الصهيونية في منطقتنا.